صباح الفل ومساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. النهارده بقى ايه؟ قلت اعمل حاجه كده للبرد. بصراحه الواحد لما بيكون تعبان مش هيقعد يتحايل بقى على العيال يا ولا يا بت قوم اعملوا لي كوبايه ليمون ولا اي حاجه. لا، طب وعلى ايه؟ انتي اعملي، معلش هتتعبي شويه بس بعد كده هترتاحي. هيكون سهل ليهم بقى ان هم يعصروا، هم برضو مش هيعرفوا. فجبت بقى ايه؟ جبت بقى برتقان وليمون اخضر واصفر، وجبت جنزبيل فريش، وجبت كركم فريش. لو ما عندكيش كركم فريش خلاص استبدليه بالكركم الباودر العادي. خلاص. البرتقان كنت هقطعه بقشره بس قلت لا، يعني كفايه مررة الليمون. الليمون بقى قطعته كده بقشره. خلاص. والجنزبيل طبعا منضفاه قطعته، والكركم برضو نفس الحكايه منضفاه وقطعته، وكله كده بقشره ما عدا البرتقان. يعني مش هتحطي برتقان خلاص مفيش مشكله. فقلت بقى ايه، اسهل على نفسي بدل ما كل شويه نتحايل عليهم ويقولوا لي لا ماما منعرفش، مش هنعرف نعصره. متحايلش على حد يا حبيبتي، اعملي حاجتك بنفسك ولا الحوجه ليهم. ف يلا بقى شويه عسل ورشه فلفل اسود عشان معانا كركم. وابتدي بقى في قوالب التلج كده حطي ايه، الليمون بتاعك الخطير ده كله فيتامين سي بقى ايه من الدرجه الاولى، حاجه كده فريش وطبيعي. نجهزه كده لاي طوارئ، يعني يكون عندك المكعبات دي لاي طوارئ، انتي بقى اولادك اي حد. بعد الشر عن الجميع طبعا، وربنا يحفظنا جميعا. دور البرد والموسم بتاعه بقى حل علينا، فلازم ايه يعني ايه نحضر الاسلحه بتاعتنا يعني، فنكون مستعدين ليه. بصوا ده تاني يوم بقى بعد ما اتفرز كده في القوالب بفضيه في كيس عشان ما ياخدش مكان يعني، واحطه في الفريزر. لما اكون عايزه اشرب حاجه احط مكعب كده في الكوبايه زي ما انتم شايفين، وعليه شويه ميه سخنه. وده الولاد عادي او اي حد يقدر يعمله لك، يعني مفيش اي مشكله. في العسل وفي كل حاجه. طبعا مش هقدر اقولك ان هو يعني مسكر، بس هو فيه سنه مراره طبعا عشان حاطين الليمون بقشره. بس عايزه تقشريه براحتك، بس يعني بقشره طبعا فايدة اكتر. هو بيقعد كده في الكوباية من تحت، مالكيش دعوة بيه، انتي اشربي الباقي وربنا يشفيكم جميعا. باي.